بهالفيديو رح نشوف كيف بنعبي طلب الفيزا للم الشمل زواج حديث. هذا الطلب كتير مهم للم الشمل وكتير ناس بتنساه أو أحيانا بتعبيه غلط. أنا بهالفيديو رح فرجيكم كيف بيتعبى الطلب في حال كان الزوج يلي بألمانيا بده يعمل لم شمل لزوجته يلي هي بخارج ألمانيا. بالوصف بتلاقوا الرابط لطلب الفيزا PDF. اكتبوا أسئلتكم بالتعليقات وأنا بجاوبكم إن شاء الله بأقرب وقت. بتمنى لكم متابعة طيبة وبتمنى تدعموا القناة بلايك واشتراك. هلا هون أنا رح أرجيكم كيف بيتم تعبئة طلب الفيزا للم الشمل زواج حديث بالنسبة اللي معهم إقامات 3 سنوات أو دائمة أو جنسية أو عقد عمل. هلا أول شي أنا عبيت الطلب ورح أرجيكم شو عبيته، وطبعا هي عن تجربة، يعني نحن هيك عاملين وزبطت، يعني أخذنا الفيزا وإن شاء الله عبالي الكل. هلا أول شي هون نحن بيسألوك عن المعلومات الشخصية للأنتحك شتلع، هي هون رح تكون الزوجة اللي هي بسوريا. فأول شي هون بالنعمة بتكتب الكنية تبع الزوجة، هون بالفورنامة بتكتب الاسم تبع الزوجة، وبالكبوتسلانت بتكتبوا الميلاد تبع الزوجة، وهون الكبوتسلاند إنه وين خلقت بأنو بلد، وبالكيبوتسات بأنو مدينة، هون بتكتبوا دماسكوس، وبالشتات أنكو هوشكايت هون بتحطوا الجنسية تبع الزوجة. هون بهذا المثال نحن حاطين إنه هي سورية وخلقت بسوريا وخلقت بعام 1999. هلا هون بالنسبة للفاميلي نشتاند هون الحالة الاجتماعية للزوجة، هون نحط إنه هي فهيراتت، هي متزوجة منذ يعني 2024. هون طبعا بتحطوا التاريخ مثل ما هو موجود ببيان الزواج، وبالكشلاشت هون بتحطوا الفايبلش إنه هي أنثى. وبالنسبة للأرت تس غايسة دوكيومنتس هون بنحط الغايسة باس أو الباسبورت، إنه هي معها باسبورت الزوجة، وهون بنكتب رقم الباسبورت بالنمبر دس غايسة دوكيومنتس. وهون بنحط إنه إمتى تم إصدار هذا الجواز السفر، وهون بنحط إمتى بينتهي جواز السفر، وهون نحن بنحط وين شو مين الجهة يلي طلعت هذا جواز السفر. هون حاطط دماس سنتر. بننزل لتحت، هون بنحط العنوان تبع الزوجة، من هون حاطط القصة دماسكو سوريا، وهون بنحط كمان المدينة اللي هي دماسكوس. حطيت هون أنا الإيميل، حطيت هون إيميل الزوج مثلا، هون حطيت رقم التليفون الزوجة اللي بسوريا. هلا بالنسبة للأنقع بتسوقيقاتن، هون بنحط المعلومات تبع الزوج اللي بألمانيا. هون حطيت مثلا الكنية دمشقي، كنية الزوج اللي هو بألمانيا، الاسم الأول للزوج، امتى خلقان، البلد اللي خلقان فيه، الكيبوتس أوت المدينة اللي خلقان فيها، وهم بنحط الجنسية، شو معه جنسية هذا الشخص. إذا كان معه بس جنسية سوريا بس بنحط زوريا، إذا كان معه ألمانيا وسوريا بنحط ألمانيا وسوريا، يعني بنحط هون كل الجنسيات اللي معه الشخص. وهون بنحط وين ساكن هذا الشخص، وين ساكن الزوج، يعني وين ساكن أنا بحط مثلا العنوان والرمز البريدي واسم المدينة. هلا هون الأنقع بتسوقنا يعني تحكشتلن. هون لنفترض مثلا الزوجة عندها أطفال، بتحط أسمائهم، بتحط تاريخ الميلاد وإذا هن ذكر أو أنثى، وهون شو جنسيتهم وين ساكنين الفون أورت. طبعا هي بالحالة إذا أنت بدك تطلعي ومعك عندك طفل يعني أوريدي من زوجك. فبس أنا هون تركتها بهذا المثال فاضية هون لأنه ما رح نطلع نحن أطفال. هلا بنيجي للرقم 4 الأنجابت سودان إلتان دي أنتحك شتلا. هون يعني معلومات الأهل يلي عم يقدم الطلب يعني للزوجة. فهون نحن بنكتب اسم كنية الأب واسم الأب والتاريخ الميلاد تبعه ووين خلق وشو هي جنسيته وين هو ساكن. وكمان بنحط الكنية تبع أم الزوجة، وبنحط اسم أم الزوجة، وكمان نفس الشي هون بنحط الكبوتس تاعتهم والكبوتس آت، يعني تاريخ الميلاد وين انولدت أم الزوجة، وكمان شو الشتاد أنجehörigkeit ووين هلأ ساكنة. هلا هون ننزل لتحت. haben Sie sich bereits früher in der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten؟ يعني كنتي انتي موجودة بألمانيا من قبل؟ إذا كنتي موجودة حطي ايه واذكري التفاصيل من ايمتى لأيمتى وبأنو مدينة. إذا ما انتي كنتي بألمانيا فحطيها هون 9 إنه لأ. بالنسبة لرقم 6 هون كاتبين إنه وين بدها تسكن الزوجة.
هون أنا حطيت نفس عنوان الزوج، نفس عنوان الزوج حطيته هون، إنه وين بدها تسكن بألمانيا، فحطيته أنا هون نفس العنوان. وهون بيقولوا لك إنه يعني أعطينا معلومات عن المكان الإقامة بألمانيا. فأنا هون حطيت إنه Wohnung mit zwei Zimmern، يعني هون إنه حطيت إنه هي رح تسكن بشقة مكونة من غرفتين. وحطيت هون أنا بالإضافة لهالشيهات حطيت هالجملة هاي إنه إيش فايدة mit meinem Ehemann zusammen wohnen، يعني أنا رح أسكن مع زوجي. هلا هون بالنسبة للنقطة 7، هل رح تسكن أو هذا الأنتراك اشترى، يعني الزوجة هل رح تسكن هي برات ألمانيا؟ فأنا هون حطيت ناين، أنا ما لا تسكن برات ألمانيا. إذا بدها تسكن برات ألمانيا بتحط يا وبتكتب هون وين المنطقة. هلا هون مكتوب بالنقطة رقم 8 sollen Familienangehörige mit einreisen، يعني رح يروح أشخاص تانيين مع الزوجة على ألمانيا، يعني مثل أم الزوجة أو أبو الزوجة. أنا حطيت هون ناين. وبالنسبة للنقطة رقم 9 هون عم يقولوا لك إنه شو سبب إنه إقامتك بألمانيا. فأنا هون حطيت Familien Nachzug، يعني لم شمل. أنا هدول تركتهم فاضيين. وبعدين بالنسبة للرقم 10 هون الريفرنس، هون يعني مين في عندك معارف. أنا هون حطيت اسم الزوج اللي هو رامد دمشقي مثل ما ذكرت من قبل، وحطيت هون الشتراسن والبوستاتسال والإيميل والتليفون تبعه، هون التليفون الألماني. وبالنسبة لهون إنه إذا كانت الزوجة مثلا مخلصة جامعة ولا مخلصة مدرسة ولا مخلصة يلي هو بسوريا، هون يحطوا مثلا أوني أبشلوس أو شولة أبشلوس أو بهوف شولة أبشلوس، يعني على حسب انتوا شو دارسين بألمانيا. وإذا ما لكم دارسين شي فتركوها فاضية. بالنسبة لرقم 12 هون حاطين إنه شو قد من إمتى لإمتى بدك تعدي بألمانيا. أنا هون تركتها فارغة لأنه هي لم شمل، يعني هي بدها تسكن دائما بألمانيا، ففيكم تدركوها هي فارغة. هون بالنسبة لرقم 13 هون كاتبيلكم إنه كيف أنتوا رح تأمنوا معيشتكم بألمانيا، يعني كيف رح تأمن الزوجة معيشتها بألمانيا. هون أنا كاتب إنه معيشة الزوجة رح تتم عن طريق الرجل. فيكم تكتبوا هاي الجملة هاي. وهون أنتوا معكم يعني تأمين صحي بألمانيا. فأنا حطيت لون هون A، لأنه طبعا هي أول ما توصل الزوجة على ألمانيا هي بيكون معها تأمين صحي على تأمين زوجها، يعني هاي الفاميلين فيزيشرونج بتصير. فأنا حطيت هون إياه. بالنسبة للنقطة رقم 14 هون إنه يعني أنت عملتي شي بألمانيا مثل عقوبة مثلا، أو ارتكبتي شي جناية بألمانيا، هون تركتها ناين حطيتها لا. وبالنسبة للرقم 15 هون كاتبين لك إذا أنت تم ترحيلك بألمانيا، فهون كمان كتبت له ناين. وهون بالنسبة للرقم 16 مكتوب إنه معك شي من الأمراض، يعني من الأمراض اللي مذكورة بالفوس نوت 1. هون كمان كتبت له ناين. وآخر شي هون اكتبوا المكان والتاريخ اللي أنتوا قدمتوا فيه الطلب. أنا حطيت مثلا لبنان بيروت، وحطيت امتى انا قدمت الطلب. طبعا هي انتوا وقت تقدميها مع ورقك لم الشمل اكتبي هون انه المكان والتاريخ وبعدين وقعيها. وتحت كمان هون لازم تكتبوا المكان والتاريخ، وكمان اتوقعوا هون عليها. هي مثل هون تعهد انه اذا انك انتي عاطي كل معلوماتك الصحيحة. بتمنى هالفيديو يكون ساعدكم ونال اعجابكم. اذا كان في شي غير واضح فاكتبوه بالتعليق وان شاء الله برد عليكم باقرب وقت. بتمنى تدعموا القناة عن طريق الاشتراك والإعجاب بالفيديوهات، وبنلتقي إن شاء الله بالفيديو القادم.